هنعمله مع بعض النهارده بقى جل للغسيل، جل برسيل زي اللي بنشتريه من بره واحسن بكتير. جربيه معايا وهيعجبك ان شاء الله، وشوفي الطريقه وهتعجبك. ينفع معايا قوي للغساله الاوتوماتيك. هعمله بطريقه معاكي سهله وبسيطه جدا، مش محتاج معاكي اي تكلفه خالص، وعلى قد ما هيكون عندك حاجات هنبقى نشتغلوا بيها. لو احتاجتي هتحتاجي حاجات بسيطه مش هتكلفك. طبعا احنا في ظل ظروف، لو حبيتي تجيبي جل دلوقتي للغسيل هتلاقيه غالي جدا. فاحنا هنعمله، مش هنشتروه من بره سايب يبقى مش قد كده، او القوام بتاعه مش حلو او مش بينضف. لا، احنا هنعمله بتركيبه حلوه قوي كده. جربتها قبل كده وعجبتني. انا معايا هنا انا قبل كده عملت معاكم الصابون السائل واستعملت المكون دوت، عاجبني قوي ان انا اشتغل بيه واكمل بيه. ده صابونه غسيل عاديه، بشرينها. لو ما عندكيش هتشتري واحده نظيفه وهتبشريها. هو ده الحاجه الوحيده. طبعا مفيش حد ما عندوش صابون غسيل، وفي ناس كتير طبعا بتعمله دلوقتي. احنا كلنا بقينا شاطرين بنعمله في البيوت، فالحكايه بقت سهله. معايا هنا الميه، انا مسخناها او غلياها كده زي ما انتم شايفين. لو عايزه تاخدي الصابونه وتحطيها على النار في ميه بارده وتسيبيها لحد ما تفك معاكي خالص كده وتدوب، تمام. لو انت عايزه تغلي الميه وتحطيها عليها مفيش مشاكل، الاتنين مش هيفرقوا كتير. اهم حاجه انك تدوبي الصابونه جامد قوي لحد ما يبقاش فيها اي حاجه كده موجوده فيها، كلها تبقى دايبه. هنقلب فيها كده لحد ما تدوب شويه، وهسيبها شويه حلوين. معايا هنا دي معلقه بطاطس، معلقه بطاطس واحده، مش هنحط اكتر من كده عشان ما تهريش معايا الهدوم. ليه بقى البطاطس؟ انا لقيت ان المكون ده كده معايا، اما نحط البطاطس هيدينا طبعا نظافه اكتر واحلى للغسيل. لانه طبعا زي ما احنا عارفين ده حاجه، يعني الناس زمان قوي كانت بتستعمله في غلي لما تغلي الابيض عشان ينضف وكده. فاحنا هنستعمله معلقه بس واحده معانا عشان تعزز كده الجل بتاعنا اللي هنشتغله بيه في الغسيل، وتخليه ينضف معانا حلو قوي. يبقى كده الصابونه اول مكون اهو هيساعدنا قوي على تنظيف الغسيل. وده تاني مكون، معلقه واحده بس مش اكتر للبطاطس. طبعا البطاطس ده انت بتجيبيه القشور دوت، هاتي حبه صغيرين يعني ربع كيلو، ما تجيبيش كميه كبيره 8 كيلو. لو انت مش هتستعمليه بعد كده يعني يا دوبك على قد ما هتشتغلي بيه. ما تجيبيش وتركني لانه بيبوظ معاكي مع الوقت لو سبتيه في الهواء. لو هتجيبي وهيبقى معاكي زياده يبقى تحطيه في برطمان ازاز وتقفلي عليه حلو وتشيليه في حته ده بعيده عن اي حد، وخصوصا لو عندك اطفال. بصوا بقى بعد ما عندي فكه الصابونه بقت عامله ازاي، قوامها بقى عامل هبتدي بقى ازود بالميه البارده كده حبه حبه، واقلب وادوب في معايا في الصابونه بردك، واشوف كده القوام بتاعها على قد ما انا عايزه. كل ما هتقلبي وتدوبي كل ما هيبقى طبعا هيديكي معاه السمك اللي انت عايزاه، وهيتظبط معاكي وهيبقى جميل قوي. لو ما بقلبتوش حلو مش هيتظبط معاكي. فعلى قد ما هتقدري كده مضرب هتبتدي تشتغلي بيه واحده واحده كده، وتقلبي وتركنيه شويه وترجعي تقلبي. يعني ممكن ما تعملوش كله مره واحده عشان ما تتعبيش. هتزودي معاها الميه لحد ما انت عايزه. السمك بتاعه اللي هيعجبك. عايزاه مركز شويه عشان ما تستعمليش جارك ياما وازاز ياما زي ما انا هعمل، يبقى تعمليه مركز وهتعمليه في ازازه واحده او ازازتين، وهتستعملي بقى بكميه بسيطه على قد ما انت هتحتاجي. لو انت عايزاه بقى كميه وكده هتزودي بقى معاكي الميه وهتشتغلي بيه براحتك زي ما انت عايزه. بصي كل شويه بقلب فيه كده وادوب فيه واظبطه كده ان انا واحده واحده امزجه مع بعضه جامد واخليه حلو، لان كل ما بتشتغلي فيه كل ما بيتقل معاكي. تمام كده تمام. عايز ميه تاني هحط ميه تاني طبعا لحد ما احس ان انا ما عملتش كده يعني ما عملتش بكميه معينه، يعني ما حددتش بس ما زودتش ميه، يعني بقيت باخد بالحبه واجرب الحبه واجرب لحد ما الاقي السمك اللي انا عايزاه وهفضل ثابته عليه. ما زودتش ميه كتير، يعني مش ما جبتش 4 لتر لاني مش هستعمل كتير. اللي في الطبق ده معايا هنا معلقه ملح ليمون ومعلقه كربونات الصوديوم. معلقه ملح ليمون ومعلقه كربونات الصوديوم، دي هتظبط معايا طبعا اكتر واكتر وتنضف الغسيل. ده جل برسيل جل اللي هو الغسيل العادي اللي بيتباع سايب، جبت منه نص لتر. وكمان النص لتر ده مش كامل يعني لانه اتدلق منه شويه مني، فهحطه كله كده. ده عشان بقى اتقل معايا سمك البرسيل الجل، وفي نفس الوقت بقى بياخد فيه المواد الحافظة والحاجات اللي فيه اللي هي طبعا هتخليه يقعد معايا فترة، وهيركزوا كده بردك ويتقل معايا بردك اكتر واكتر. بس احنا حطينا فيه شوية مكونات، لو حطيتي فيه اي حاجة عندك عايزة تغسليها عايزة تنقعيها هيظبط معاكي وينضف اوام اوام.
وما استعملناش فيه حاجات كتيره زي ما قلنا، يعني كل اللي احنا كلفناه ان احنا جبنا يا دوب نص اللتر اللي هو البرسيل. ده لون عندي، لون اللي هو اللي انا هحطه معاكم دلوقتي ده. هتحطي منه حوالي معلقه كبيره على قد ما اللون معاكي يغير كده. لو انت مش عايزه تحطي فيه الوان بسيطه يعني ما تحطيش، بس انا كده حبيت ان هو لونه يبقى حلو ويغير معايا كده الشكل ويحسسني ان انا ايه زي اللي بنشتريه من بره. هحط كميه بسيطه، مش عايزه اللون الغامق عشان برضك ما ياثرش لو حطيت فيه الغسيل ملابس الوانها فاتحه، ما يعملش لون عليها يعني. فهو حلو قوي كده الدرجه ديت، مش هزود عن كده. وهدوبها حلو قوي بقى كده الالوان اللون اللي انا حطيته ده هدوبه حلو قوي قوي عشان ايه يبقى كل الجل دوت متظبط منه. ده كده بقيت اللي موجود في الكيسه ده اللي عمل معايا، اللي هو يعني جه على حرف الكيسه هحطه وخلاص على كده، مش هزود حاجه تانية. ما حطيتش اي مكون تاني عشان بقى أي حاجه واحده بس. انا كده يمكن ما صورتهاش وراحت مني في التصوير، ان انا حطيت معلقه ملح صغيره قوي، مش اكتر من معلقه ملح صغيره، عشان تخلي الرغوه بتاعت الجل اللي هو البرسيل ده او جل الغسيل ما يبقاش فيه رغوه، عشان هستعمله الغسالات الاوتوماتيك. طبعا ما غساله اوتوماتيك ما المفروض ان ما يبقاش فيها رغوه عاليه. تمام كده. ده ايه معايا؟ ده ريحه دي بنشتريها من عند اللي هو الراجل اللي عنده الصابون والصابون السائل والحاجات بتاعت اللي بتعمليها للصابون والتركيبات بتاعته كلها. ممكن تستغني عنها. انا عايزه اقولك ان الحبه دول نص، هم 50 ملي. ال50 ملي دول عاملين 30 جنيه. فانت ممكن ما تجيبيش ده، ممكن تستغني عنه وتجيبي مثلا ريحه سايبه من عند بردك بتاع الصابون السائل. انا جايبه ديت عشان كنت هعمل بيها دوني، تمام، فعشان كده عندي، فعشان ما جبتش ليه. لكن انت ممكن تستغني عنها وتجيبي معطر اللي هو بيتباع سايب بردك عند بردك بتاع الصابون، بيبقى ارخص من كده بشويه وفي كذا ايه ريحه له. بصي بقى، بعد ما خلصته خالص اهو وحطيت الريحه على طول بقى هبتدي افضيه في الازايز بتاعتي عشان تفضل الريحه ثابته معايا. لما اشتغل بيه بقى تبقى الريحه ثابته في الغسيل ما تروحش معايا. فلازم تروحي على طول بقى بعد ما حطيتي الريحه ديت هتروحي مفرغاه ومقفله عليه. بصي القوام بتاعه، عايزه اقول لك تحفه تحفه تحفه، جميل جدا 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 جدا. استعمليه والله، يعني عايزه اقول لك حلو قوي، بينضف حلو، اي بقعه بتتشال معاكي بسهوله. سمكه زي ما انت شايفه. عايزه اقول لك يعني ان انا طبعا ما خففتوش زي ما قلت لك، وعايزه استعمله على الوضع ده، مش عايزه اخففه عن كده، عشان لما احطه في الغساله اوتوماتيك بردك ايه يا دوبك هحط على قد الكميه اللي انا عايزاها. يا رب اكون فدتك بحاجه بسيطه واشتغلت معاكي كده حاجه تنفعنا في البيت وتظبط معانا الدنيا وتنظف معانا غسلنا. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير، واشوفك بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.